افضل مطاعم الفول والطعميه في بورسعيد الجزء الثاني. هو الفيديو ما كانش متخطط ان انا اعمل جزء تاني، بس بسبب التعليقات الكتير على الجزء الاولاني ان في مطاعم كتير انا نسيتها، فقررت اعمل جزء تاني. وفي فعلا مطاعم كتير انا نسيتها، يا اما عشان بقالي فتره طويله ما اكلتش من عندهم، وفي بعض المطاعم انا ما جربتهمش قبل كده فاول مره اسمع عنهم. من اكتر المطاعم اللي طلبتوها شهده والمصري والجباس وابن يحيى. وقبل ما نبدا عايز اقول المطاعم اللي اتكلمت عنها في الفيديو الاولاني هي المطاعم اللي انا جربت اكلهم واللي بتعامل معاهم. في الفيديو الاولاني انا ما كنتش بتكلم ان هم دول بس مطاعم الفول والطعميه الكويسين في بورسعيد، انا كان قصدي هي دي المطاعم اللي انا اعرفها وبتعامل معاها. تاني حاجه الاكل اذواق، فممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك او اللي يعجبك ما يعجبنيش، فانا بحترم كل الاذواق لان احنا في الفيديو ده شكلنا هنختلف برضو شويه. اول مطعم شهده انا جربت اكله قبل كده بس كنت ناسي الاسم، لما لقيت تعليقات كتير بتقول جرب شهده فرحت، وانا فاكر اني جربت اكله من زمان قوي. كنت بشوف عليه شويه زحمه كده وانا معدي من هناك، فقلت مره اجربه، بس ما افتكرش اول مره يعني ان اكله كان شدني قوي. المهم نجربه تاني، وهما كانوا هنا في الشارع المقابل سينما مصر. جربت من عنده الفول كان طعمه حلو. الطعميه طلبتها طعميه بالبابا غنوج، ويمكن دي كانت غلطه مني عشان الطعميه طعمها حلو لما حاولت ادوقها لوحدها، بس البابا غنوج ما كانش مظبوط خالص، كان طعمه حادق وغريب شويه وما قدرتش اكمل السندوتش للاسف. في حد كان قال لي جرب البطاطس من عندهم، ده شكل البطاطس. انا في كذا مطعم بطلت اشتري منهم بسبب الحركه دي، اللي هي ان هم يرجع يقلي البطاطس تاني عشان قال يعني يسخنها. فايه اللي يحصل؟ البطاطس تنشف ولونها يسود وتشرب زيت، وطبعا السندوتش ده ما اتاكلش. تاني حاجه في كيس الكاتشب دي، اغلب المطاعم الفول والطعميه ما كانش كلهم، ومش بس مطاعم الفول والطعميه، في مطاعم كتير تانية تستخدم الكاتشب ده، بيسترخصوا ويجيبوا الانواع دي. وطبعا لو في شويه رقابه المصانع دي هتتقفل. ده تحس ان هو مش كاتشب، تحس ان هو ماده كيميائيه مصنوعه كده، شويه حاجات مطلعه حاجه شبه الكاتشب. في حاجه كمان، المطعم بيحط شيبسي في كل السندوتشات، واصلا طعمها مش احسن حاجه. طبعا الشيبسي من ثوابت السندوتشات الفول والطعميه عندنا في بورسعيد، بس انا بتهيألي ده الوقت ان هو يتغير. لو اتعملت بطاطس صوابع بيتي احسن، يعني المطعم هو اللي يعملها، بلاش البطاطس الجاهزه دي هتفرق مع المطاعم كتير. المهم انا قلت ادي المطعم فرصه ثانيه، فبعدها بيوم او يومين كنت معدي من هناك فجبت سندوتش طعميه لوحده من غير بابا غنوج. المره دي نفس الحكايه، الشيبسي شكله مش حلو خالص. لما شلت الشيبسي السندوتش طعمه حلو وخفيف. نروح بعد كده للجباس في بورفؤاد، فهل يستاهل المشوار من بورسعيد لبورفؤاد؟ وصلت المطعم وطلبت واحد فول وواحد طعميه وواحد بطاطس مقليه. الفول حلو، الطعميه خطيره، كل السندوتشات كان حاطط فيها بطاطس صوابع، وهو اللي بيعملها عنده بطاطس بيتي. انا بحب المطاعم اللي تعمل كده. الاكل كان سخن وخطير، فيا ريت يفتح عندنا فرع في بورسعيد، وفعلا يستاهل المشوار. ده سندوتش البطاطس، انا قلت له حط عليه طحينه وحط عليه برضه بهارات بطاطس، طعمه جامد. نرجع بورسعيد تاني ونشوف المصري اللي في البازار. انا كنت بشتري من المصري فرع اوجينا من زمان قوي، واكله كان ممتاز. والمصري فعلا من المطاعم اللي انا نسيتها في الفيديو الاولاني. طلبت من عنده واحد طعميه واحد فول وواحد طعميه بالبابا غنوج. الفول حلو، البابا غنوج ما كانتش حلوه خالص، كانها كانت طعمها مغير او بايظه، وللاسف طبعا السندوتش ما اتاكلش. سندوتش الطعميه بقى لوحده كان تحفه، السندوتش مظبوط جدا، الطعميه مقرمشه وسخنه وكميه سلطه وطحينه مظبوطين جدا. ودلوقتي واحد من اكتر المطاعم اللي اتطلبت، ويمكن ده اكتر مطعم اتطلب في التعليقات، وهو ابن يحيى. انا جربت اكله اكتر من مره قبل كده. الطعميه كانت كويسه بس مش احسن حاجه، لان هو بيستخدم القرص الكبير من السندوتشات، فبتحس ان في كميه طعميه كتير اللي بتبقى في نص القرص دي، بتحس كده ان القلب ان هي طعميه نيه شويه. فالسندوتش بيلكم، مفيش طحينه تقريبا او طحينه قليله جدا، برضو كميات السلطه والحاجات دي مش متوازنه مع بعض، فالسندوتش ما بيتبلعش. الفول كان طعمه حلو، وطلبت كمان سندوتش اللي هو جبنه مقليه بالبطاطس، كانت حلو مع ان البطاطس مزيته شويه، بس يعني بشكل عام السندوتش كويس. بس برضه نفس الحكايه، الكاتشب التعبان ده. يا جماعه في شركات مصريه محترمه، بلاش نسترخص. بعد كده هنروح بقى لشارع منفيس، في هناك مطعمين طلبوا مني برضو كتير، هارون الرشيد. انا افتكرت انا كنت باكل عند المطعم ده كتير جدا من زمان لما كنت باجي هنا عند الشابوري عشان العب بلياردو، بس مش فاكر هو زمان كان نفس الاسم ولا اتغير. طلبت فول وطعميه، بيعمل سندوتشاته وقال لي عايزهم عادي ولا بشطه، فبيعمل نفس فكره السندوتشات بتاعه البحريه، في منها عادي او في منها سبايسي. السبايسي ده بيبقى السلطه نفسها بيبقى حاطط فيها شطه وفلفل. طلبت واحد فول وواحد طعميه، وقلت له حط عليهم بطاطس مقليه. سندوتشات كانت طعمها جامد جدا، وخصوصا كمان الطعميه. تاني مطعم بقى في شارع منفيس برضه، وهو الشيف، وده اول مره اشوف المطعم ده او اسمع عنه. مكانه في اخر شارع منفيس قبل ساحه مصر كده، هنا بتلاقي على اليمين سبازيو، هنا على الشمال صيدليه الطرشوبي، هو بعده كده على طول. المكان بسيط وشكله قديم كده شويه. طلبت منه فول وطعميه وبطاطس مقليه وبيض بالبسطرمه. طلبت عليهم يحط عليهم بطاطس مقليه في السندوتشات الفول والطعميه، فتقريبا هو ما حط السلطه، يمكن افتكر ان انا عايز فول وطعميه يتحط عليهم بطاطس مقليه بس،
فجاب السندوتشات تقريبا من غير سلطه. انا كان قصدي يبقى سندوتش عادي خالص، بس هنحط عليهم ايه شويه بطاطس مقليه بس. المهم الفول والطعميه طعمهم تحفه. البطاطس هو برضو اللي بيعملها، بطاطس بيتي. البيض بالبسطرمه جامد جدا، كانك بتعمله في البيت وحاجته نظيفه. وواضح ان هو مشهور باطباق البيض، سواء بيض ساده او بالبسطرمه او بالسجق. فده من المطاعم المميزه اللي عجبتني وبيطرح لها تاني طبعا. في مطعم كمان طلبتوه في التعليقات اللي هو الفار اكسبريس، ده تبع محمود الفار، مكانه في ارض الجولف على الشارع بره. طلبت منه فول وطعميه وبطاطس. الفول والطعميه حلوين. حاطط في الطعميه كميه بطاطس مهروسه كتير، فطعمها بيبقى طاغي على باقي المكونات، بس هو الخامات بتاعته حلوه ونظيفه. البطاطس المستخدمه جاهزه او اللي هي نص مقليه، بس كانت سخنه ومش شاربه زيت، وبيحط عليها شويه بهارات طعمها حلو. الكاتشب نوعه كويس. واخيرا مطعم فول وطعميه جايب كاتشب نوعه مقبول شويه. اخر مطعم معانا النهارده هو ارخص سندوتش فول وطعميه في بورسعيد كلها، ب5 جنيه سندوتش. مطعم اولاد عوض، مطعم متواضع جدا في حي العرب. في ناس كتير قالوا لي عليه، بس مواعيده كانت صعبة شوية بالنسبة لي. بيفتح من 10 بالليل لغاية 7 أو 8 الصبح لغاية لما يشطب. مطعم أولاد عوض في السواحل والزقازيق، تدخل له هنا شمال بعد فرن مرمينا تلاقيه على الشمال. زي ما قلت محل صغير وبسيط، الناس اللي شغالين ناس كبار في السن وناس طيبين كده، وشكل أكلهم نظيف. سندوتش صغير، الفول بيجي سندوتش سادة، الطعمية دوب بيحط عليه شوية جرجير صغيرين كده، وبيديك معاه مخلل اللفت وطماطم عشان لو انت عايز تحطه في سندوتشات. اكلهم طعمه تحفة ويستاهل التجربة. بس ده كان الجزء الثاني في اهم مطاعم الفول والطعمية في بورسعيد. قولوا لنا رأيكم في المطاعم اللي اتكلمنا عنها النهاردة، ولو في مطاعم تانية نسيناها قولوا لنا نجربها، ممكن نعمل جزء ثالث. سلام.